السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآونة الأخيرة شهد الشارع السوري احتجاجات ومطالبات ومهاجمة الحكومة السورية بسبب الغلاء وقلة المحروقات. وفي البعض طبعا في تقصير من بعض المسؤولين وبعض التجار المحتكرين سبب هذه الأزمة. وأتت الجماعة ترندات وجماعة ما تغير شيء بلشوا يصطادوا بالماء العكر. لا، تغير الكثير يا جماعة، ما تغير شيء. الغلاء هذا يعتبر غلاء عالمي بسبب الصراعات والحروب الدائرة بالمنطقة. فرضنا اليوم هذا الشاحن حقه بالمحل حقه $1، يمكن بكرة يصير حقه $2 و3 و10، ويمكن ينقطع هذا المنتج، يسبب أزمة. فبدنا نطول بالنا على الحكومة. شوف العراق صار لها 25 سنة مكانك راوح، حكومة ما صار لها سنة ونص، مؤسسة جديدة، دولة جديدة، حكومة جديدة. بدنا نطول بالنا ولسعنا بحرب والمنطقة كلها تشهد حرب. فلا تقولوا لي ما تغير شيء، تغير الكثير. أكبر فرصة عمل انفتحت للشاب السوري هي إلغاء الخدمة العسكرية وتطويعه بالراتب. اليوم أصبح يتطوع ويتوظف بسلك الدولة. لا تقولوا لي ما تغير شيء، تغير الكثير وما تقدر تقارن. بس اليوم أنا وقتنا أقارن الجماعة ما تغير شيء، هذول كانوا مستفيدين من نظام الأسد، كانوا حرامية، لصوص، مرتشين، تجار أزمات، تجار مخدرات. يقول نظام جديد، أكيد يقول لك ما تغير شيء، بس تغير عليهم هذا الشيء، تغير عليهم. بس احنا تغير الكثير وما نقدر نقارن. بعدين المحروقات من على دور نظام من قبل الثورة السورية كانت في أزمة محروقات، وكانت طوابير من قبل الثورة السورية، قبل الثورة السورية بال2008 و2006 وقبلها، وكانت طوابير. بدك تروح تعبي سيارتك بنزين، تروح تدور المحافظة كلها ما تلقى كازية فيها بنزين، وكان تصير عليها مشاجرات ومضاربات بسبب قلة المحروقات قبل الثورة السورية. حتى في عهد المقبور حافظ الأسد بال90 انقطع السكر والشاي والحديد والإسمنت ومواد كثيرة انقطعت بسوريا. الدكان أو السوبر ماركت اللي يلتقى عنده كيلو سكر أو شاي يتم اعتقاله كأنه ماسكين عنده كيلو حشيش. لا حد يقول لي ما تغير شيء، تغير الكثير. بس هؤلاء يحاولون يصطادون بالماء العكر.